قبل ما نبدأ فيلم الأكشن والإثارة الجامد ده اعمل لايك واشتراك للقناة وبس كده. يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم في أوضة غامضة وفيها شخص قاعد بيتابع الأخبار وبيعرف إن قطر خرج عن مساره قبل ما يطلع من النفق، وكمان 8 عربيات انحرفوا عن طريقهم، وإن الشرطة مش هتقدر تنقذ غير 5 عربيات بس، والباقي هيفضلوا تحت النفق لأن قدراتهم على الإنقاذ محدودة. والشخص الغامض ده بيكون متأثر جدا بموت حد من اللي كانوا جوه النفق، وكمان بيبقى بيراقب الضباط اللي كانوا مسؤولين وقتها، بس واضح إن الشخص ده بيخطط لحاجة خطيرة جدا. وفجأة بيجي بلاغ للشرطة عن وجود قنبلة في السينما، وبتتحرك الشرطة فورا وبتوصل للمكان، ومعاهم المحقق اللي أول ما بيوصل بيطلب من الكل إخلاء المنطقة. والمشكلة إنهم مش قادرين يتعاملوا مع المتفجرات من بعيد بسبب مكان القنبلة، فبيضطروا يستدعوا إيرين مفكك القنابل علشان يتعامل معاها. وإيرين بيوصل وبيفضل يدور لحد ما بيحدد مكان القنبلة، وبيبدأ يفتح الشنطة اللي جواها القنبلة، وبيكتشف إن فاضل على المؤقت 3 دقايق بس. وإيرين بيتوتر وبيخاف يحرك أي حاجة علشان أي حركة غلط ممكن تفجرها، فبيقرر يقطع السلك المسؤول عن الطاقة، وبالفعل القنبلة بتفصل. وإيرين والمحقق بيفرحوا وبيفتكروا إن الأزمة خلاص خلصت، لكن فجأة صورة مرعبة بتظهر على الشاشة، وفي نفس اللحظة التليفون اللي جنب القنبلة بيرن، وإيرين هو اللي بيرد، والمجرم بيكلمه وبيقوله إن في قنبلة تانية محطوطة في المتجر اللي جنب السينما، وإنه لازم يختار يا إما ينقذ المتجر أو ينقذ الناس اللي في السينما. وإيرين بيبص على الوقت وبيلاقيه قليل جدا، فبيقرر يكمل تفكيك القنبلة اللي قدامه، وفعلا بينجح فيها. لكن في نفس الوقت القنبلة التانية في المتجر بتنفجر، وإيرين بيخرج وبيشوف حجم الدمار والمصابين وكمان الناس اللي ماتت في الانفجار. ووسط الصدمة دي بيدور على حبيبته وبيلاقيها لسه عايشة. وقتها بيقول لها إنه ما قدرش ينقذ كل الناس، لكنه على الأقل قدر ينقذها هي. وبتعدي فترة والمحقق بياخد ترقية جديدة في شغله، لكن أسر الضحايا بيفضلوا كل سنة يتجمعوا علشان يفتكروا اللي ماتوا في الحادث. وبعد 3 سنين الناس بتكون في طريقها لمكان التجمع، وإيرين بيكون مع مراته فيفيان اللي اتجوزها، بس بسبب أحداث الانفجار كانوا مأجلين الفرح لمدة 3 سنين. وفي النهاية بيقرروا إنهم يعملوا الحفلة بعد ما يرجعوا من حفلة تأبين، ولما بيوصلوا كل واحد بيبدأ يحكي عن قريبه اللي مات في الانفجار. والمحقق كمان بيتكلم مع إيرين وبيقول إنه خد ترقية جديدة وإنه محتاج يرجع يشتغل معاه، لكن إيرين بيفكروا إنه مش ناوي يرجع الشغل تاني. وفي طريق الرجوع إيرين وفيفيان بيتفقوا إن دي آخر مرة يحضروا فيها حفلة التأبين، وإنه لازم يبدأوا صفحة جديدة ويكملوا حياتهم. وواحد من الركاب اسمه وانج، وده عالم فيزياء، وبيكون عنده مشكلة مع مراته لأنها شافت في الأخبار إنه كان بيسهر في ملهى ليلي، وبتواجهه بالموضوع. ووانج بيحاول يقنعها إن ده مجرد تشابه أسماء مش أكتر، وإنه مش هو الشخص اللي في الخبر. وصوته بيعلى وهو بيتكلم، فالمضيفة بتفكره إن صوته عالي وإن الركاب حواليه منزعجين جدا، فبيضطر يدخل الحمام. وفي نفس الوقت المحقق بيكون راكب القطر مع إيرين وبيقرر يروح يدور على وانج، ولما بيوصل له بياخده على جنب وبيتكلموا شوية قريب من الحمام اللي وانج مستخبي فيه. والمحقق واسمه لي بيقول لإيرين إن جاله رسالة من شخص غامض، الشخص ده بيعرفه إن في قنابل مزروعة في القطر وإنها هتنفجر بعد ساعة. ولي بيقول كمان إنه متأكد إن فعلا في قنبلة على القطر، وبيطلب من إيرين إنه يدور معاه عليها ويفكها قبل ما الوقت يخلص. ومن هنا الاتنين بيبدأوا يدوروا على القنبلة اللي في القطر، واللي ما يعرفوش إن وانج كان سامع كل الكلام اللي قالوه. وفي مشهد تاني شخص غامض بيلاقي لعبة طفل وقع على الأرض، ولما بيجي يرجعها للطفل الطفل بيخاف منه لأن الشخص ده جسمه كله مليان حروق. بس رغم كده الشخص الغامض بيسيب اللعبة قريبة من الطفل وبيمشي بعيد. وبعدها فيفيان بتتكلم مع جوزها إيرين وبتعرفه إن المجرم اللي كان بيصنع المتفجرات لسه عايش، وإنه ما ماتش في انفجار من 3 سنين زي ما الناس فاكرة، وإن اللي مات وقتها كان شخص تاني وكان صانع المتفجرات بنج بيستغله. وإيرين والمحقق بيتفقوا إنهم ما يعرفوش الركاب أي حاجة عن موضوع القنابل علشان ما تحصلش حالة ذعر جوه القطر. وانج وهو قلقان وخايف بيسيب رسالة لمراته لأنه حاسس إنه ممكن ما يشوفهاش تاني، وبيطلب منها إنها تتصل بيه. وفي نفس الوقت رسالة بتوصل لوالدة إيرين، والرسالة دي بتقول لها إن ابنها مش بطل زي ما الناس فاكرة، وبيطلب منها تروح العربية تالتة وهناك هيعرفها السبب الحقيقي اللي خلى إيرين يسيب الشغل من 3 سنين. وفي الآخر وانج بيقرب من إيرين وبيحاول يلمح له إنه ممكن يساعده، وإنه عارف إنهم بيدوروا على المتفجرات اللي موجودة في القطر. وإيرين بياخد وانج على غرفة التحكم وبيقفل عليه هناك علشان محدش من الركاب بيعرف موضوع القنبلة وما تحصلش حالة ذعر. وبعدها بيفتشوا كل اللي في جيوبه، والمحقق ليه بيلاحظ إن في ختم شكله غريب، وبيفهم إنه ختم ما بيبانش غير تحت الأشعة فوق البنفسجية، وإنه تابع لملهى ليلي. وفي نفس الوقت والدة إيرين بتوصل للمكان اللي كان مكتوب في الرسالة. لما بتدخل بتلاقي تليفون بيرن، وواحد من الركاب بيحاول يدور على مصدر الصوت وبيلاقي التليفون جوه علبة، وقبل ما يفتحها فيفيان بتوصل بسرعة وبتمنعه في آخر لحظة. وبعدها المحقق ليه بيوصل وبيطلب إن فريق تفكيك القنابل يكون موجود وجاهز في المحطة الجاية.
شوية والدة إيرين بعدها بتلاقي رقم جالها وبيطلبوا منها تتصل بيه علشان تعرف تفاصيل أكتر، ولما بتعمل الاتصال ده قنبلة تانية بتتفعل فورا والشخص اللي كان ماسك العلبة بيترعب وبيسيبها فجأة، وساعتها بيبان إن العلبة دي ما كانش فيها قنبلة ولا حاجة لكنها كانت مجرد تليفون بيشغل تسجيل لصوت إيرين والمحقق ليه وهم بيحذروا بعض إن محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، وفيفيان بتكون مش فاهمة اللي بيحصل فالمحقق ليه بيبعدها عن المكان بسرعة، وإيرين بيروح لوالدته وبيكتشف إن بينج بعت لها رسالة على تليفونها وإنه بيفهمها إن باتصالها بالرقم اللي معاه فعلت قنبلة، وكمان بيبعت لها رسالة تانية بيشكرها فيها على اللي عملته، والقنبلة دي بتكون في قطر تاني وهناك بيتم تصوير كل اللي بيحصل وبيكون في ضحايا في المكان، ووانج بيعتقد إن مراته هي اللي ماتت خصوصا لما بيلاقي مفاتيحها واقعة على الأرض لأنها كانت راكبة نفس القطر، وإيرين بيقعد أمه في مكان آمن وبيطلب منها ما تتحركش من مكانها نهائيا، وبعد كده إيرين بيحدد مكان القطر وبيبدأ يخطط إن القطر يقف في المحطة الجاية، لكن المفاجأة إن مرات وانج بتظهر فجأة وبتكون لسه عايشة وبتعترف إن هي اللي زرعت القنابل في القطر، وكمان بتقول إن في قنبلة تانية لسه موجودة في نفس القطر، وإيرين بيتواصل مع واحدة من المضيفات اللي على القطر التاني وبيبدأ يديها تعليمات خطوة خطوة علشان تفك القنبلة، ومن خلال المكالمة إيرين بياخد باله إن شكل العداد اللي مع القنبلة غريب ومش طبيعي وأول مرة يشوفه، وبعدها بيعرفوا وانج إن مراته لسه عايشة وإن اللي ماتت كانت واحدة تانية، لكن كمان بيقولوا له إنها اعترفت بزراعة المتفجرات وإنهم محتاجين مساعدته علشان يقنعها تقول لهم على مكان جهاز التحكم في القنابل، وانج بيحكي لهم إن ابنهم مات في حادث انفجار المتجر من 3 سنين وإن ده ممكن يكون السبب اللي خلاها تعمل كل ده، وفي الآخر وانج بيوافق يساعدهم والقطر بيبدأ يهدي سرعته استعداد لنزول الناس في المحطة الجاية، لكنهم فجأة بيلاحظوا إن المؤقت بتاع القنبلة بيجري أسرع من الطبيعي، وانج بيدخل يشوف اللي بيحصل وبحسبة بسيطة بيفهم المشكلة، بيبلغ المحقق ليه وإيرين إن القنبلة هتنفجر في اللحظة اللي القطر هيقف فيها، والركاب بيلاحظوا إن القطر ما بيهديش وما بيقفش وبيكمل طريقه عادي، وساعتها إيرين بيطلب من سواق القطر يزود السرعة ويوصل لأقصى سرعة ممكنة، وبعد كده إيرين بيسأل لو وانج يقدر يقنع مراته إنها تسلم جهاز التحكم، وخصوصا إن الوقت بيعدي بسرعة جدا والركاب على القطر بيبقوا في حالة توتر شديد ومش قادرين يسيطروا على أعصابهم، والمضيفة بتحاول تهديهم وبتبلغهم إن القطر مش هيقف دلوقتي من غير ما تحدد لهم هينزلوا فين أو إمتى، وفي نفس الوقت واحد من الركاب بيتعامل مع والدة إيرين بلطف وبيساعدها، ولما بتسأله عن سبب وجوده في حفلة التأبين بيحكي لها إن والدته ماتت بسبب تدافع الناس، وقعت على الأرض والناس داست عليها لحد ما فرقت الحياة، وإيرين بيرجع يكلم المضيفة وبيطلب منها تكمل عملية تفكيك القنبلة، بس بيظهر قدامها سلك متوصل بالقنبلة ومش عارف يقطعه ولا لأ، فبيطلب منها تكمل وتفتح الشنطة، والمضيفة بتفتح القفل بهدوء شديد وبتفتح الشنطة واحدة واحدة، ومن خلال الكاميرا إيرين بيشوف المتفجرات وبيلاحظ إنها نفس النوع اللي كان مستخدم في قنبلة السينما من 3 سنين، وفي نفس الوقت ده وانج بيسأل مراته عن سبب وجودها في حفلة التأبين لكنها بترفض ترد عليه، وانج بيقول لها إن الشرطة عايزة جهاز التحكم اللي معاها لكنه مش مقتنع أصلا إنه معاها، وهي بتفضل رافضة الكلام، ساعتها المحقق ليه بيتدخل وبيقول لها إنه عارف إن أخوها راكب القطر وإنها لو عايزة تنقذه لازم تسلم جهاز التحكم فورا، فتحت الضغط ده بتعترف إن جهاز التحكم مش معاها لكنه مع أخوها وإن هو اللي أقنعها بكل اللي حصل، وقال لها إنه بيعمل كده علشان يطلع الحقيقة اللي بسببها ابنها مات من 3 سنين، ومرات وانج بتتواصل مع أخوها وبتحاول بكل الطرق تاخد منه جهاز التحكم لكنه بيرفض تماما وبيقول إنه مستعد يفجر القطر كله، وهي بتحاول تفهمه إن موت ابنها ما كانش بسببه وإنها عمرها ما فكرت إن هو السبب في اللي حصل، لكن هو بيفتكر اللحظات الأخيرة قبل الانفجار وبيفتكر إنه كان بيلعب مع الطفل كاي وشايله وطلع بيه على المتجر تاني، وبيقول إن الغلطة دي كانت غلطته هو، وأخته بتحاول مرة تانية تقنعه وبتقول إن الناس اللي على القطر أبرياء وملهمش ذنب في أي حاجة، لكنه بياخد التليفون وبيتكلم مع إيرين مباشرة وبيطلب منه يعترف بالحقيقة قدام كل ركاب القطر وفي المقابل هيسلم جهاز التحكم، وإيرين بيوافق وبيقول إنه هيحكي اللي حصل بالظبط من 3 سنين، وإيرين بيبدأ يحكي وبيقول إن يوم الحادثة قدر يفك القنبلة لكن فجأة القنبلة اشتغلت تاني، وظهرت صور المتجر اللي قصاد السينما على التليفون، وساعتها المجرم بينج قال له يختار يا إما يفجر السينما اللي كان فيها عدد قليل من الناس يا إما يسيب المتجر ينفجر، وإيرين كمان بيقول إن المحقق اتقاله نفس الكلام وإن زي ما قبلوا يسيبوا عدد قليل من الركاب يموتوا في النفق كان ممكن يختاروا إن اللي يموتوا يكون الناس اللي في السينما وعددهم قليل، لكن المحقق ليه رفض فكرة الموت وقال لإيرين إنهم هم كمان عندهم عائلات وناس مستنياهم، وفي الآخر إيرين فك القنبلة اللي في السينما وبعدها المتجر انفجر، ولما المحقق ليه خرج وقتها واتكلم مع قنوات التلفزيون قال إن إيرين عمل كل اللي عليه لكن الحقيقة كاملة ما كانتش واضحة، ومع اعتراف إيرين دلوقتي
دلوقتي كل الركاب بيعرفوا الحقيقة وبيبدأوا يلوموه على إنه السبب في موت الناس اللي كانوا في المتجر، والركاب بيهجموا على والدة إيرين وبيقولوا لها إن ابنها قاتل وأناني، وفيفيان بتفهم أخيرا اللي حصل وقتها، ووانج كمان بيلوم إيرين وبيقولوا إنه كان عارف بوجود قنبلة في المتجر وساب الناس تموت. والمحقق ليه بيحاول يوضح الحقيقة أكتر وبيقول إن صانع القنبلة بينج ما ماتش، وإنه استغل شخص عنده سجل إجرامي وبدل معاه الأدوار علشان يخليه كبش فدا. وفيفيان بتبان عليها علامات الإحباط الشديد وبتحاول تهدي الركاب وتسكتهم لأنهم كانوا عايزين ينتقموا من إيرين. وفي الآخر فيفيان ما بتلاقيش حل غير إنها تقول لهم الحقيقة الكاملة، وإن القطر لو وقف في أي محطة هينفجر، وكمان القطر تاني هينفجر هو كمان. وساعتها الكل بيسكت وبيرجع مكانه من غير ما يتكلم، وإيرين بيقترح إنه ينط على القطر التاني علشان ينقذ الناس اللي فيه ويفك القنبلة قبل ما تنفجر. والدة إيرين بترفض الفكرة تماما وبتقول إن اللي هيعمله ده ممكن يموته، وبتحاول تقنعه يسمع كلامها، لكنه بيكون حاسس إن إنقاذ الناس دي مسؤوليته هو ولازم يعوض العملية اللي فاتت. وفيفيان كمان بتبقى فاهمة إن إيرين لو ما عملش كده هيفضل عايش طول عمره وحاسس بالذنب. وإيرين بيسأل وانج عن السرعة المطلوبة علشان يقدر يقفز على القطر التاني ومن غير ما القطرين يقفوا. والدته بتبقى حزينة جدا ومش عايزاه يمشي، لكنه بيبقى مصمم على رأيه. وانج بيبدأ يحسب المسافة والسرعة اللازمة وبيشرح لإيرين كل التفاصيل اللي محتاج يعرفها. وفي نفس الوقت مرات وانج واخوها بيكونوا مستنيين إيرين على القطر اللي هم فيه، وإيرين بيقف مستني الباب يفتح، وقبل ما يمشي بيروح يودع والدته، وبعدها بيودع فيفيان مراته وبيقول لها ان اول ما يرجع لازم يختاروا مكان شهر العسل، وبيوعدها انه هيكون بخير. ولما القطر بيهدي شويه الناس بتبدا تنط من القطر، لكن طفله صغيره بتخاف جدا، واحد من الركاب بيزقها غصب عنها فبتقع من القطر وبتموت، وامها بتجري عليها ولما بتوصل بتلاقي بنتها ماتت. وفي اللحظه اللي الباب بيفتح فيها قدام القطر التاني التيار الهوائي بيكون قوي جدا، وإيرين بيبقى على وشك انه يقع، لكن مرات وانج بتلحقه في اخر لحظه. وبعدها إيرين بيطمن باقي الفريق من خلال اللاسلكي انه لسه عايش وقدر يعدي للقطر التاني بسلام. وإيرين بيبدأ يدور على القنبلة جوه القطر، والناس اللي في طريقه بيترجوه يساعدهم علشان يعيشوا وينقذهم. وفي الآخر إيرين بيوصل لشنطة المتفجرات وبيعرف مكانها. وفي نفس الوقت الركاب اللي في القطر اللي فيه والدته بيبقوا حاسين إن في خطر وبيحاولوا يهربوا بعد ما شكوا إن في متفجرات تانية لسه موجودة. والمحقق ليه اللي كان عايز يتأكد بنفسه من اللي بيحصل بيتفاجئ إنه اتخطف، وبيظهر إن اللي خطفه هو صانع المتفجرات بنفسه. وإيرين في القطر التاني بيواجه الشخص اللي معاه جهاز التحكم، والاتنين بيوصلوا عند باب القطر وبيبقى إيرين في خطر كبير جدا. وفي نفس الوقت المحقق ليه كمان بيكون على وشك انه يموت، والمحقق ليه بيكتشف ان القاتل واحد من الركاب، والراجل ده بيحكي له ان هو اللي كان السبب في تفجير المتجر، وده كان نتيجة كلام المحقق عن انقاذ الاغلبية وترك الاقلية. وبيقول له كمان انه بينتقم لمراته اللي كانت ضمن حادثة القطر اللي حصلت جوه النفق، وان المحقق سابهم يموتوا علشان عددهم كان قليل. وإيرين بيقدر ينقذ نفسه في اخر لحظة، لكن الشخص اللي كان معاه جهاز التحكم بيبقى على وشك انه يقع من على القطر، فبيسيب جهاز التحكم لإيرين علشان ينقذ اخته قبل ما يقع ويموت. وفي اللحظه دي المحقق ليه بيموت هو كمان، وإيرين بيفتح جهاز التحكم وبيكتشف انه كان خدعه، وان صانع القنبله كان بيضحك على اخوها وبيستغله. وبعدها بيقول لاخته ان اخوها مات، والاخت بتتاثر جدا وبتزعل وبتروح للطفل اللي كانت معاه اللعبه قبل كده وبتديها له تاني. وفي الوقت ده صانع القنبله بيروح على واحده من الشنط وبيطلع منها قنبله من نوع مختلف وبيبدا يجهزها علشان تنفجر بعد دقايق قليله. وإيرين بيفكر بسرعه وبتجيله فكره عبقرية جدا انه ينقل القنبلة لاخر مقطورة في القطر، وده علشان لما تنفجر تكون بعيدة عن الناس. وفي نفس الوقت فيفيان بتلاقي المحقق ليه مقتول، وبتلاحظ ان في ايده حاجة غريبة، ولما بتتصل بإيرين وبتعرفه باللي حصل إيرين بيتوتر جدا وبيفهم ان القاتل موجود على القطر التاني. ساعتها بيرجع بذاكرته للي حصل من 3 سنين وكل القرارات اللي اخدها وقتها، والقاتل بيتصل على التليفون اللي مع المتفجرات وبيقول لإيرين انه مندهش انه اختار ينقذ القطر التاني ويسيب القطر اللي عليه مراته وامه. وبعد كده بيحكي له ان القطر اللي وقع جوه النفق من سنين كانت مراته فيه، وان المحقق ليه وقتها اختار ينقذ الجزء الاكبر وساب باقي الناس اللي تحت النفق يموتوا. والقاتل بيقول انه شاف واحد من الضحايا وقتها واتعرف عليه، وساعتها قلبه اتملى حقد وكراهيه وقرر ينتقم من إيرين والمحقق ليه. وبيكمل كلامه وبيقول انه قعد فتره طويله في اوضه معزوله بيتعلم ويركب متفجرات، وكل ده علشان ينتقم منهم، وكان شايف إيرين عايش حياته مع مراته
سعيد جدا وهو حياته واقفة على فكرة الانتقام وبس، وبيفكروا كمان إن القنبلة اللي على القطر تاني هتنفجر زي ما حصل من 3 سنين. وفيفيان بتكون متوترة جدا وخايفة على إيرين ومش قادرة تختار ولا تستوعب اللي بيحصل. وانج لما بيسمع خطة إيرين بيوافق عليها، لكن فيفيان بتفضل مش متأكدة إن إيرين هيلحق يهرب بعد انفجار القنبلة. وإيرين بيفك السلك اللي رابط الشنطة، لكن الخبر بينتشر وباقي الركاب بيعرفوا إن في قنبلة تانية على القطر، وساعتها الكل بينهار من العياط لما بيعرفوا إن إيرين على القطر التاني. وإيرين بيكون مصاب بإصابات شديدة من المواجهة اللي فاتت، وواحدة من الركاب بتسأله يعملوا إيه، فبيوجههم يروحوا على المقطورة الأولى. وبعد كده بيشوف حد مصاب على القطر وبيحاول يساعده بآخر طاقة عنده، وبيطلب منه يجري على مقدمة القطر. وبعدها إيرين بيكمل طريقه لآخر عربية في القطر، والوقت المتبقي بيبقى دقيقة ونص، وبيبقى مش قادر يهرب. وفي نفس اللحظة وانج بيتكلم مع مراته، وهي بتقول انه لو ماتت يزور قبر ابنهم وحتى وانج نفسه، لانه ما زاروش من يوم الحادث. وانج بينهار من العياط، وايرين كمان بيكلم مراته فيفيان وبيقول لها انه مش هيقدر يهرب، وبيطلب منها تكمل المهمة. وبيعترف لها انه من 3 سنين المحقق ليه علشان يقنعه يفجر المتجر تواصل معاها هي شخصيا علشان ايرين يسمع صوتها ويعرف انها في المكان، وانه لو اختار يموت الناس اللي في السينما مراته هتموت معاهم، وعلشان كده ايرين ساب الناس اللي في المتجر هم اللي يموتوا. وبتيجي اللحظة الحاسمة وفيفيان بتقطع السلك علشان القنبلة تقف عن العمل، وهي عارفة ان ايرين هيموت على القطر التاني. وايرين بيموت والقنبلة بتنفجر، وكل اللي على القطر التاني بيعرفوا ان ايرين ضحى بنفسه علشانهم. والدة ايرين بتنهار من العياط، وبعدها وانج بيسأل فيفيان عن القاتل لانه متأكد انه لسه موجود على القطر. وهي بتقول ان المحقق ليه كان ماسك حاجة غريبة في ايده قبل ما يموت، ولما وانج بيشوفها بيفهم على طول وبيجري على جثة المحقق ليه وبيطفي النور، وبيتأكد ان القاتل عليه علامات من الحبر السحري. وانج بيطفي نور القطر كله وبيبدأ يراجع كل الركاب واحد واحد لحد ما بيوصل للقاتل، وبيفهم ساعتها ليه المحقق ليه كان بيعمل الحركة الغريبة دي قبل ما يموت. وانج بيهجم على القاتل وبيسأله عن سبب قتله لكل الناس دي، لكن القاتل بيقوله انه مش مهتم وانه كان عايز يموت معاهم علشان يكون مع مراته. وبكده بينتهي المشهد هنا. وبعد كده بنشوف وانج وهو بيروح يزور قبر ابنه وقبر اخو مراته، وفيفيان بتعرف انها حامل وبتسيب رسالة على تليفون جوزها بتقوله فيها انها انجزت المهمة. وفي اخر مشهد في اوضة معزولة بنشوف ان بينج لسه عايش، وانه كان بيستغل كل الاشخاص اللي اتقال عنهم انهم صناع قنابل. ولهنا بيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.